تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. على الرغم ان خالد الغندور مرارا وتكرارا يقول ان عالم السوشيال ميديا والفيسبوك ده عالم افتراضي والمفروض ما نعملش عقلنا بعقل السوشيال ميديا ولا الصفحات، لان دول لجان الكترونيه وموجهه، ولكن خرج علينا امبارح ويقول لك انا من حقي احتفل ومن حقي احفل، زي ما انت بتحفل وتحتفل انا من حقي احفل واحتفل، زي ما انت بتحتفل بنتيجة الستة انا كمان هحتفل بنتيجة الستة. نادي الاهلي خسر من نادي الزمالك 6-0 سنة 44، وخسر مرة تانية سنة مش عارف كام، خسر مرتين واستشهد بزقلط وقال لك زقلط ده كان وكان وكان وانا ما اعرفش مين زقلط، ولكن هو استشهد بيه وهو نفسه اصلا ما يعرفش مين زقلط، ورئيس نادي نفسه ما يعرفش مين زقلط، واللي قبله ما يعرفش مين زقلط، ولكن ما دام قال زقلط يبقى ماشي. زقلط جاب 3 اهداف، مبروك على زقلط، ويعني ربنا يبشبش الطوبه اللي تحت دماغ زقلط وربنا يرحمه رحمه واسعه. ولكن كون ان خالد الغندور في نفس التوقيت وفي نفس اللحظه وفي نفس الشيء يكذب يعني ويقول اخطاء تاريخيه، الاخطاء التاريخيه دي يعني ما ينفعش تمر مرور الكرام، لان النادي الاهلي تاريخيا فاز على نادي الزمالك 6-0، وفاز على نادي الزمالك برضه سنه 33 9-1، والكلام ده انا مش قايله، ده طارق الادور هو اللي قال، وده راجل مؤرخ وبيتكلم بالورقه والقلم وبالتواريخ، ما بيتكلمش كلام كده جزافا. احنا بنقول صح، نادي الزمالك فعلا ايام حيدر باشا، ايام ما كان حيدر باشا وزير الحربيه هو رئيس نادي الزمالك، هو رئيس اتحاد الكوره. يعني انت عمرك شفت واحد بيترأس 3 مناصب في وقت واحد؟ رئيس اتحاد الكوره ورئيس نادي المختلط اللي هو نادي الزمالك، وهو برضه رئيس اتحاد الكوره، وهو وزير الحربيه، وهو رئيس نادي الزمالك. انا ما شفتش كده برضه في اي مكان في العالم. لو اي يعني انا ما اعرفش بصراحه، يعني انا مش لاقي مبرر للكلام اللي بيتقال ده او الكلام اللي حصل قبل كده، ولكن هو فعلا دي الحقيقه ودي اللي حصلت. فقرر ان هو يشطب 14 لاعب من النادي الاهلي عشان النادي الاهلي لعيبته راحت بدون اذنه تلعب في فلسطين 3 مباريات وديه. ووقتها اول ما قال لا النادي الاهلي ما يسافرش فلسطين، مع ان دي يعني حاجه وطنيه، انا مش رايح بلد معاديه، ده انا رايح فلسطين ارضي بلدي مهد الانبياء، رايح العب مع المنتخب الفلسطيني، راح ماسك الخطاب مقطعه ووقف لي 14 لاعب، والنادي الاهلي لعب باللعيبه البدلاء، وكان في شهر تجميد للنشاط الرياضي، ووقتها اتدخل الملك فاروق وخلى حيدر باشا يعني خلاص سامحهم عشان خاطر، وسامحهم وما اتشطبوش واتلعب الماتش. اللي انا عايز اقوله ان خالد الغندور يعني استاذ ورئيس قسم في بص العصفور يا فندم، يبقى عنده مصايب وكوارث، بص العصفور يا فندم، بس ما علينا، بس احنا هنرد عليه برضه، حتى لو قال 100 عصفوره احنا برضه هنرد عليه ومعاه. واتكلم في موضوع البليله وازاي جماهير النادي الاهلي الابيضه بتقص الفيديوهات بتاعته وبتلزقها في بعض وبتعرضها، وهو يا عيني يا ولدان يعني مظلوم، وما قالش موضوع البليله ومش البليله، وده النادي الاهلي بيتدلس. ده مره انا قلت النادي الاهلي نادي القرن، راحوا خدوها وقصوها وادوها بعتوها مش عارف لمين. احنا كل الكلام ده كله هنرد عليه، بس تعالى نسمع ونشوف خالد الغندور قال ايه ونرجع نكمل مع بعض الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف خالد الغندور قال ايه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. امبارح كان ذكرى فوز الزمالك في كأس مصر على النادي الأهلي بنتيجة 6-0، وهي أكبر نتيجة حصلت ما بين الفريقين. ولم يكتفي الزمالك في بداية مشواره في الأربعينات إنه يفوز على النادي الأهلي 6-0 مرة واحدة، ولكن هو فاز على النادي الأهلي مرتين 6-0، وكانت نتيجة كبيرة جدا وتبقى في الذكرى والتاريخ. يمكن قبليها كان جمهور النادي الاهلي بيحتفل بفوز النادي الاهلي على الزمالك 6-1، وكان مباراه عرفت ببيبو وبشير، ودايما جمهور النادي الاهلي كل سنه بيحتفل بالذكرى دي. احتفلت انا بيه امبارح
وحابب ان انا احتفل بيه النهارده واكلمكم. وكأن ممنوع وحرام شرعا على قناه نادي الزمالك انها تذكر فوز الزمالك على الاهلي 6-0، رغم ان ده كان في كاس مصر والزمالك خد كاس مصر او كاس السلطانيه. ولكن مع اكدوا لي كان كاس مصر يا جماعه ولا ايه؟ ولكن النادي الاهلي رغم كاس مصر، خدنا كاس مصر يعني خدنا بطوله، ورغم ان النادي الاهلي لما كسب الزمالك 6-1 كان خسر كل البطولات وما خدش الدوري ساعتها، والزمالك كان في الحقبه دي من الزمن كان هو المسيطر على الكره المصريه والافريقيه في ذاك الوقت في بدايه الالفيه الثانيه يعني. والزمالك كان تقريبا بيفوز بكل البطولات، بل كمان تم تتويج الزمالك افضل نادي في العالم على ما اتذكر بعد حصوله في موسم ونص على 7 بطولات، وحصل على كل البطولات اللي دخلها في ذاك الوقت. ده بيوريكم الشيزوفرينيا الغريبه اللي بيتعامل رواد السوشيال ميديا او المشجعين مع فكره انا من حقي ان انا احتفل بفرقتي وانها كسبت 6-1 رغم ان ما خدتش ولا بطوله ساعتها محليه، لكن اوعى انت تحتفل بفوزك عليا 6-0 ليه؟ اصل يا عم دي كانت في الاربعينات، ما هو الثانيه برضه من حاجه و20 سنه. لما نيجي نذكر نادي القرن يقول لك ايه يا نهار ابيض وانتوا لسه فاكرين نادي القرن؟ لسه بتتكلموا عن نادي القرن؟ ده فات يا عم 23 سنه. هم لغايه دلوقتي بيفتكروا وبيحتفلوا بالفوز ده، رغم ان في عالم كره القدم كل شيء وارد. انا كسبت الاهلي مرتين 6-0، هو كسبني قبل كده 5-3، كسبني 6-1، ده عادي. رغم النادي الاهلي رغم وصوله للمباراه النهائيه بكره امام الوداد في مباراه الذهاب، لكن في البطوله نفسها اتغلب 5 من صن داونز اللي خرج بعد كده ومش هياخد البطوله. ورواد السوشيال ميديا بيقولوا اهو صن داونز اللي كسبنا 5 خرج، ما هو اللي كسبنا 6-1 برضه خرج وما خدش اي بطوله، واحنا اللي خدنا البطولات كلها في 2001 و2002 و2003 و2004. يمكن على مستوى الافريقي على ما اتذكر النادي الاهلي خد بطوله 2001 بطوله بتاعت خالد بيبو. كان بتكلم على المستوى المحلي 4 سنين الزمالك بياخد دوري، والاسماعيلي كمان بياخد معاه دوري، وبياخد كاس مصر، وبياخد البطوله العربيه، وبياخد السوبر، وبياخد كان بياخد كل البطولات في ذاك الوقت نادي الزمالك. يعني دايما نفتكر نجومنا القدامى اللي اسعدونا، زقلط، السحيمي، عبد الكريم صقر، كل دول اسماء رنانه في الكره المصريه. يمكن الاجيالنا والاجيال اللي بعدينا واللي قبلينا ما عصروش الجيل دوت، وده كانت بدايه نجوميه وشعبيه نادي الزمالك. ودي مغالطه كمان يعني خالد الغندور، يعني المغالطه دي المغالطه الاولى، وفي مغالطه ثانيه احنا نوريها له، ولكن دي المغالطه الاولى اللي اتكلم فيها خالد الغندور وقال ان نادي الزمالك اكبر نتيجه تعرض لها النادي الاهلي هو الخساره من نادي الزمالك مرتين ب6-0. لا، احنا بنقول له المغالطه الاولى ليك ان حضرتك مغلوب من النادي الاهلي 6-0 موسم 25-26، وده ايه بقى؟ ده حاجه متوثقه تاريخيا، مش حاجه يعني احنا ما بنزورش التاريخ زيك. يعني انت مغلوب 9-1 قبل كده سنه 33، ومغلوب 6-0 سنه 25-26، ولكن انت استاذ في التدليس ولي الحقائق. احنا هنرد على خالد الغندور في اللايف بتاعنا، ولكن انا عايز اقول ان خالد الغندور قال مغالطه تاريخيه يعني او سقطه او تعمد لتزييف التاريخ، ان قال لك اكبر نتيجه لنادي الزمالك لفوزه على النادي الاهلي هو 6-0، ولكن اكبر نتيجه كانت اعلنها الناقد الرياضي طارق الادور، قال لك الاهلي فاز 9-1 على الزمالك في مباراه الكاس المصريه يوم 17/6/1933. حدد الميعاد والزمان والتاريخ والوقت والبطوله. ولو انت فعلا يا خالد الغندور عندك يعني اعتراض، اطلع قول ان الراجل ده ما بيقولش الحقيقه او بيقول كلام مرسل. ده الشق الاولاني. الشق الثاني، تعالوا نشوف هو ليه النادي الاهلي اتغلب 6-0، ودي كانت هزيمه بشرف للنادي الاهلي. سالوا الاستاذ المحترم المستكاوي، قالوا له النادي الاهلي وذكرى الهزيمه من نادي الزمالك ب6 اهداف. طبعا انا هوري لكم بقيه كماله مرتضى خالد الغندور قال ايه على موضوع البليله ومش البليله، وهنسترسل في هذا الامر. بس انا عايز اقول له الجزئيه بتاعت الخساره من نادي الزمالك ب6 وليه اتهزمنا 6. الموضوع ده كان من 71 سنه. فلما سالوا الراجل المحترم
ابن نجيب المستكاوي المحترم الشاهد على العصر والتاريخ قال الآتي: قال لك في مثل هذا اليوم من 71 عام خسر النادي الأهلي من الزمالك بسداسية نظيفة، ولكن لا يوجد من عاصر هذا الحدث، فهناك رواية عمل عليها الأستاذ حسن المستكاوي وبيحكيها بنفسه. قال إيه بقى؟ قال: يقول المستكاوي حيدر باشا كان رئيس نادي الزمالك واتحاد الكورة. يعني رئيس نادي الزمالك واتحاد الكورة شخص واحد بس، عمرك شفت كده في التاريخ؟ يعني حيدر باشا كان رئيس نادي الزمالك وفي نفس الوقت رئيس اتحاد الكورة، وقام بشطب 14 لاعب من النادي الأهلي بعد قرار السفر لخوض مباراة ودية ما بين النادي الأهلي وما بين الفريق الفلسطيني أو منتخب فلسطين. ولم يشطب لاعبا من نادي الزمالك لأنه لم يسافر أحد منهم. ورأى جمهور الأهلي أن هذا القرار ظالما، لأنه رئيس الزمالك وفي نفس التوقيت كان رئيس اتحاد الكورة، ولم يرفع الشطب عن هؤلاء إلا بعد الهزيمة بسداسية. فاهم انت النقطة دي يا فندم؟ يعني هو شطب 14 لاعب من النادي الأهلي، النادي الأهلي شارك بعناصر بديلة، يعني 14 لاعب أساسي ما يشاركوش، وتلاعب الزمالك بالبدلاء، فده كان من أحد أسباب الهزيمة. ووقتها كان في نهائي الكاس يعني قبل 3 شهور بالظبط من إقامة المباراة. النادي الأهلي قدم التماس وفي البداية رفض، ولكن المستكاوي قال بعد المباراة التاريخية الملك فاروق أعجب بنادي الزمالك وأطلق عليه نادي فاروق بدل المختلط. قال لك أول الأزمة حصلت إزاي؟ بيحكي المستكاوي وبيقول أول الأزمة كان قرار النادي الأهلي إن هو يسافر عام 1943 لفلسطين علشان يقابل المنتخب الفلسطيني، وده كان طلب من ليفون كاشيشيان المحرر الرياضي في إحدى الصحف الفلسطينية، وكتب عن سفر النادي الأهلي للعب 3 مباريات ودية خلال الصيف. أجرى النادي الأهلي وقتها اتصال باتحاد الكورة للحصول على الموافقة، فرفض اتحاد الكورة علما بأن فريق اتحاد الجيش المصري كان قد سافر ولعب في فلسطين في وقت سابق. قال لك تدخل فؤاد سراج الدين وكان عضو بالنادي الأهلي ووزيرا للداخلية، ووافق وقتها على سفر الفريق، وأرسل الموافقة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي تشرف على الأندية، إلا أن رئيس الاتحاد ووزير الحربية حيدر باشا حصل على هذه الموافقة وراح مزقها. أول ما شاف الموافقة بتاعت وزير الداخلية راح مسكها وقطعها. وبيقول لك المستكاوي يبدو أن الأمر خلافا بينه وبين فؤاد باشا سراج الدين الذي علم بما جرى، فأمر بسفر الفريق واستخرج جوازات السفر، وبدأ تشكيل الفريق تحت مسمى منتخب نجوم القاهرة، وبالتالي يعني تحدى حيدر باشا. فحيدر باشا بعد ما شاف ان وزير الداخلية قرر ان هو يصفر الفريق بتاع نادي الاهلي تحت مسمى نجوم القاهرة، فراح اشتطى غيظا وقال بقى هم بيسافروا بمزاجهم وعلى هواهم، فانا بقرر شطب كل الفريق اللي سافر ل 14 لاعب. وبالفعل سافر فريق الاهلي تحت اسم نجوم القاهرة الى فلسطين، فقرر اتحاد الكرة برئاسة حيدر باشا بشطب 14 لاعب من النادي الاهلي وتوقف النشاط اللعبة بالنادي الاهلي لمدة شهر كامل. وعندما جاء موعد كأس الملك تدخل احمد باشا حسين لكي يعفو الاتحاد عن اللاعبين بشرط الاعتذار للملك فاروق. وفي 29 سبتمبر 1943 اجتمع مجلس اداره النادي الاهلي في مجلس جعفر والي باشا رئيس النادي بمطريه الزيتون، واجريت مناقشه موضوع الايقاف وموضوع الشطب، وتناول الحضور مساله سلطه الاتحاد على الافراد وحقه في منعهم من اللعب خارج القطر. وقال محمود مذكور عضو مجلس إدارة النادي إنه قد قرر صدور قرار بمنع اللعب في فلسطين، وإن فريق اتحاد الجيش سافر قبل صدور قرار المنع.
وأوضح أحمد فؤاد أنور أن الاتحاد منع أندية أخرى من السفر إلى فلسطين، وانتهى الاجتماع بالاقتراح من فكري أباظة برفع مذكرة إلى اتحاد كرة القدم وتقديم ملاحظات المجلس التي تتلخص في أن العقوبة أبدية، وأن السبب لم يذكر في قرار الشرط، وأن اللاعبين لم يتم التحقيق معهم، فإنه على الاتحاد ألا يأخذ الموضوع بوجهة نظر واحدة، ولازم يسمع للطرف الآخر. ومع الأسف الشديد لا يستطيع أن يدير أو يأمر بشطب 14 لاعب من أبرز اللاعبين في نادي الأهلي، وبالتالي هيأثر عليهم إن هم مش هيشاركوا في منتخب مصر. لكن هناك حادث شهير، وهي قرارات اتحاد الكورة بإيقاف 14 لاعب الذين لعبوا في فلسطين تحت اسم مسمى النجوم. وكان رئيس الاتحاد في ذاك الوقت هو حيدر باشا، زي ما قلنا في الجزئية الأولى، كان هو رئيس نادي المختلط، وفي نفس الوقت كان رئيس اتحاد الكورة، وكان يعني ماسك الحربية، يعني بالصلاة على النبي، يعني ايه 7 صنايع، بس البخت مش ضايع، يعني ماسك وزير الحربية وفي نفس الوقت رئيس اتحاد الكورة وفي نفس الوقت رئيس نادي الزمالك او المختلط. انت عمرك شفت كده في العالم؟ عمرك شفت كده واحد وزير حربية يبقى رئيس اتحاد كورة يبقى رئيس نادي؟ طبعا الكلام ده ما يحصلش في جزر الواقع، ولكن حدث. وأدى هذا القرار إلى انسحاب النادي الأهلي من الاتحاد، وتصاعدت الأزمة التي تدخل فيها الملك فاروق شخصيا، وطلب حيدر باشا وأمره بإنهاء المشكلة، بحيث يعتذر النادي الأهلي ويقبل اعتذاره قبل مباراة الفريقين في نهائي الكاس، والتي انتهت بين المختلط وبين نادي الأهلي، وفاز نادي الزمالك بسداسية نظيفة. هل هذا يعد فوزا يعني يا خالد الغندور؟ بتتباهى بهذا الأمر، بتتباهى وبتقول من حقي احتفل ومن حقي مش عارف ايه. اول حاجة كدبت وقلت ان اكبر نتيجة النادي الاهلي تلقى هزيمة ب6. لا، اكبر هزيمة كانت لنادي الزمالك، كانت هي 9-1، وكانت سنة 33. هنكمل مع خالد الغندور وموضوع البليلة اللي عامل له عقدة نفسية هو وباقي هزازي الرؤوس. نكمل موضوع البليلة. قول يا عم خالد. فكرتني، اتفضل. كنت انا سالتك على موضوع البليله. انا حكيت لحضرتك، فانت حكيت لي. قال لك ايه؟ عارف عمل ايه؟ جابوا الفيديو، الصفحات الاهلاويه جابوا الفيديو وقطعوا كلامك اللي بتقول فيه ان ده واحد زور وواحد عمل فيه غير وعمل وبتاع وراح جايبين، قال لك جايبك البليله واتكتبت على المجله وقعد يبين لك ان ايه رئيس الزمالك منع، يعني ابتدى عمل من فيديو مونتاج ان الكلام مرتبط بالبليله وان ده اتكتب فعلا وبتاع، وشالوا كل كلامك اللي شرحت فيه ازاي والفوتوشوب اللي هم بيعملوه والحاجات الفيك. ادي شغل السوشيال ميديا، الشغل اللي هو متدني، يعني شغل مش عايز اقول كلمه يعني قليله الادب، بس شغل تزوير وفيك. هؤلاء قابضين يا فندم، قابضين. انا اتاكد لي ان هم فعلا حقيقي بيعملوا الحكايه دي علشان يبينوا ان هم قابضين، بدليل حتى بقول لحضرتك لما كانوا بيدخلوا على عندي تبص تلاقيهم ايه 15 واحد، مفيش فجوات. انا مره عايز اقول لك حاجه، انا مره في الصبحي بدون ذكر اسماء، واحد من الصحفيين يعني كان بيطلع معايا دايما، فعمل برنامج قبل ما يبقى في خلاف ما بيني وما بينه يعني، وخلاف مع المستشار مرتضى بقى، فعمل برنامج. فطلعت مره بيكلمني على نادي القرن يعني، فبقول له الزمالك هو نادي القرن في افريقيا لانه الاكثر بطولات. لو انت عايز تقول النادي الاهلي نادي القرن، انا بقول لك اهو النادي الاهلي نادي القرن في مصر. ثبت لك محليا، عدد بطولات محليا، لان النادي الاهلي واخد بطولات اكتر محليا، فالطبيعي النادي الاهلي في مصر يبقى نادي القرن، ونادي الزمالك في افريقيا في نهايه الالفيه الثانيه هو نادي القرن. راح قاطع الحته دي، بص قاطع الحته دي، وانا بقول ايه على فكره النادي الاهلي هو نادي القرن في مصر. مش لك كلمه في مصر. لا نادي القرن. فابتدت الصفحات الاهلاويه تشيرها، فابتدوا يبعتوها للاخ دوت، فابتدى الاخ ده ما يقولش الحقيقه ويمشي معاهم ومصدق، لا يمشي معاهم ويعمل لايف وكأن انا قلت كده. فكميه الكذب والافتراء، الناس اتجننت اقسم بالله من الصفحات والفلوس اللي بيكسبوا من وراها. بالظبط، انت جبت اخر جمله هي صح. الفلوس اللي بتيجي من الصفحات لو دي مجانيه ما كانش واحد طلع قل ادبه، انما ده بيشتم بفلوس، ده وظيفته دلوقتي شتامين. لا ويبقى عنده الحقيقه، ما يطلعش مثلا يوضح الحقيقه وبيطلع يشتمك كمان عشان يعمل ايه، يشتم خالد الغندور في عنوان ولا بتاع حاجه او يهاجم مرتضى منصور، فبالتالي الفيديو بتاعنا اتشال كويس. لكن بمناسبه لو اهم حاجه بس نبتدي الفيديو صلوا على النبي. لا صلوا على النبي.
لا تصلوا على النبي وايه قرانيه بالظبط. بمناسبه